قاعد عمال احضر لحلقه من حلقات المملكه وعمال اكل ايس كريم، وفجاه ضرسي وشي الو. ايوه يا دكتور، ايوه هو اخر واحد خالص ده اللي جوه، اخر واحد خالص ده. هو ايه اللي عندك كام سنه يا دكتور؟ بقول لك ضرسي هيموتني. هيفرق معاك ايه عندي كام سنه؟ بقول لك ضرسي هيموتني. عندي 25 سنه يا دكتور. ضرس العقل؟ هو ايه اللي ضرس العقل يا دكتور؟ يعني انا كده هبقى ذكي ولا ايه؟ هو مش ضرس العقل ده بتاع التفكير والعقل والرزانه؟ حاضر ما تزعقش، انا جاي على طول اهو. الى كل من يهم الامر من جوه مملكه البهريز، ببعت لكم السلام ويا مساء العسليه عليكم، وحلقه جديده وبهريز جديد. لو الفيديو ده وصل لك انزل نعنش لي كده بلايك حلو، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك في القناه او دوس على سبسكرايب علشان تبقى ممبر في مملكه البهاريز. ايه بقى الحوار ده؟ هو انا بيطلع ضرس العقل عندي علشان اشيله؟ هل هو ملوش لازمه فعلا؟ خلي بالك ده زي حوار ازاي ده بالظبط. هل فعلا موضوع الزايده ده عادي لو اتشالت مش هيحصل اي حاجه؟ ده بقى اللي احنا جايين نتكلم ونحكي عنه النهارده، ونشوف هو فعلا ضرس العقل اللي مغلب الناس كلها ده ملوش لازمه. تعالى بقى اما احكي لك تاريخ ضرس العقل ده كان عامل ازاي، وهل فعلا ليه علاقه بالعقل والذكاء ولا لا، ولو لا ليه بقى اتسمى كده، وتعمل ايه لو انت طلع لك ضرس العقل ده مش مظبوط زي معظم الحالات. من غير لف ودوران تعالى بقى اشرح لك القصه اللذيذه دي. خليني ابدا القصه بسؤال هو مفتاح القصه بتاعتنا النهارده. هو فعلا ضرس العقل ده مش مهم لدرجه ان ممكن الانسان يشيله عادي ويفضل فك الانسان مساحته متظبطه عادي؟ خبراء علم الانسان بيقولوا ان ضروس العقل دي كانت مهمه جدا جدا لاسلافنا واجدادنا الاوائل. ايه ده؟ طب اشمعنى بقى؟ قال لك علشان طبيعه الاكل زمان كانت مختلفه شويه عن طبيعه الاكل بتاعت دلوقتي. برضه يعني ايه؟ زمان اسلافنا واجدادنا كانوا بياكلوا اكل ناشف قوي، وكانوا عشان يمضغوا الاكل ده بيتطلب منهم قوه جامده قوي عشان يقدروا يمضغوا الاكل ده، زي مثلا اللحوم والمكسرات والبذور. انما احنا دلوقتي بناكل الاكل دن او ويل دن. مش بس كده، لو سمحت انا محتاج كفر شوكه وسكينه عشان اعرف اقطع حته اللحمه دي. مع تطور الدنيا بدا الاكل يكون اخف واطرى شويه عن زمان. ركز بقى في الجمله اللي جايه دي عشان هي دي اهم جمله عندي في الحلقه كلها. العلماء قالوا ان فك البني ادم بدا يصغر مع التطور اللي بيحصل ده. بدانا نفهم شويه. زمان اسلافنا واجدادنا كانوا محتاجين دروس العقل علشان يمضغوا الاكل الناشف ده، والفك بتاعهم كان كبير. دلوقتي الاكل بقى اخف واطرى ومش محتاجينه، والفك يصغر نظرا للتطور. فضرس العقل بدل ما كان بيطلع في مساحه كبيره زمان واخد راحته كده، بقى يطلع في مساحه صغيره. اوبا. وبالتالي نظرا لان فك الانسان بدا يصغر مع مرور الوقت نتيجه التطور، الضروس الاخيره دي وش كده هتطلع معوجه وهتضايق الضروس والسنان اللي حواليها. طبعا في انواع واشكال كتيره قوي من موضوع ضرس العقل ده. طب سؤال، هل لازم ضرس العقل ده يطلع ويوجع عند كل الناس؟ اقول لك مش شرط. يعني في ناس بيطلع لها ضرس العقل بتاعها مظبوط وسليم ومش محتاجه ولا جراحه ولا انها تشيله ولا تعمل اي حاجه، وفي ناس ضرس العقل بتاعها بيفضل مدفون تحت في اللثه وبيكون محتاج ان هو يتشال ضروري لانه بيكون عامل التهابات ومؤثر على الاسنان اللي جنبه وعامل مشاكل كتيره قوي. وسؤال الحلقه بقى اللي احنا مستنيينه من اول الحلقه، هل ضرس العقل ده ليه علاقه بالعقل والتفكير والرزانه؟ خليني اصدمك واقول لك انه لا طلع ليه علاقه ولا بالعقل ولا بالتفكير ولا بالذكاء ولا بالرزانه. ايه ده؟ يعني انا كده ما بقتش ذكي؟ يا ابني افهم، ملهاش دعوه. امال ليه بقى اتسمى بضرس العقل؟ اجابه السؤال ده تتلخص في ان الضروس والاسنان بتطلع بطريقه منظمه جدا. يعني مثلا الضرس الاول بيطلع تقريبا كده بعد 6 سنين. طب والضرس الثاني؟ احب اقول لك ان الضرس الثاني بيطلع تقريبا كده عند حوالي 12 سنه. ونيجي بقى للملك بتاعنا النهارده اللي هو اخر ضرس بيطلع. ضرس العقل بيطلع ما بين سن 17 ل 25 سنه، ونظرا لان هو ده السن اللي البني ادم بيكتسب فيه خبره اكتر واكتر اطلق عليه ضرس العقل. جامده ها؟ واخيرا بينصحوا ان لو حضرتك طلع لك ضرس العقل مش مظبوط وعايز تشيله، بينصحوا ان حضرتك تشيل ضرس العقل في سن صغير مش في سن كبير. طب اشمعنى بقى؟ لان بيقول لك ان الناس الكبيره لما بتعمل عمليات بتبقى عرضه لمضاعفات ومشاكل اكتر بكتير من السن الصغير، والعمليات الجراحيه بتكون اصعب عند الناس الكبيره عن الناس الصغيره، وزائد كل ده بيكون في اوقات شفاء اطول من الناس الصغيره. ربنا يحميني ويحميكم. بس كده، لو الحلقه دي عجبتك وانا عارف ومتاكد انها عجبتك، انزل نعنش بلايك حلو كده، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك او دوس سبسكرايب، واستنوني في بهريز جديد من مملكه البهاريز.